مشكلة منتشرة الفترة الأخيرة، وهي إن الفراخ بتريل أو بتنزل مية كتيرة من بقها مع إنها كويسة وأكلة وشاربة وزي الفل. في الفيديو ده هشرح لك الأسباب العلمية اللي بتخلي الفرخ ينزل الريالة دي من بقه، وهشرح لك إزاي بتكشف لنا عن دخول أمراض شديدة جاية في الطريق ولسه الفرخ ما تأثرش بيها، فبتبدأ تكتشف أسبابها من بدري. لكن قبل أي حاجة عايزك تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اخوكم ابو نوح بقدم لكم محتوى تعليمي ونصايح علميه عن تربيه الفراخ البيضاء. ما تنساش تدوس لايك ومتابعه واشتراك عشان يوصلك فيديوهاتنا لو انت مهتم بمحتوى مجال الدواجن عموما. مبدئيا كده الفراخ البيضاء بتريل، ايوه بتريل من بقها وبتنزل ميه، وليها اسباب كتيره جدا هنتكلم عنها وهنشرح باختصار الاسباب اللي بتخلي الفراخ البيضاء تريل. طيب، مبدئيا رقم واحد هو ان الحراره، يعني الحراره والرطوبه. طبعا كلنا عارفين ان الفرخ لما بيحس بحراره عاليه قوي او رطوبه عاليه قوي بيبدا انه عمليه النهجان السريع، بحيث انه يطلع بخار ميه من جسمه يبدا يبرد بيه جسمه الى حد ما هو بيحس بكده. فطبعا البخار الماء ده لما بيطلع بكثافه بيبان على شكل لعاب، وده امر طبيعي جدا ما فيش منه قلق. غير الطبيعي انك تتعامل مع الرطوبه والحراره بتاعتك. يبقى ده اول سبب معانا هو الحراره او الرطوبه. لو علوا الاثنين بيعملوا الحركه دي. طيب هنخش بقى على تاني سبب معانا وهو الهضم او الحصله بتاعه الفرخ. طبعا الفرخ ممكن احيانا بتحصل كتير بياكل غصب عنه، مثلا حته مثلا حبايه علف جامده مكبوسه جامد كده محصلمه زي الزلطه، ممكن بتسد الحصله بتاعته. ممكن حته قشايه لو انت فارش تبن قش او تبن رز مش تبن غله. القش ده برضو ساعات ممكن الفرخ بياكل منه بعد حبايه، فبيبدا او بعد حته اشياء تبدا انها تسد الحصله بتاعته، او حته بلاستيك ايا كان. المهم الفرخ اكل حاجه بتسد الحصله بتاعته، فبيبدا الاكل يتخمر في الحصله بتاعت الفرخ، والفرخ مش قادر انه يعدي الاكل من الحصله للمعده بتاعته، فبيبدا يتخمر ويبدا الفطريات تعمل عليه تبدا تخمره، وبيبدا ان هو يعمل عفونه او ريحه وحشه، ويبدا الفرخ غصب عنه الحصله بتاعته فيها الاكل بقاله فتره طويله مش عارف يدخل معدته، وفي نفس الوقت يجي ياكل تاني او يشرب تاني يحصل له زي ارتجاع غصب عنه بقى، ما خلاص ما فيش حته الاكل يعدي منها، فغصب عنه بيقوم منزل الميه اللي شاربها. والميه دي بيبقى احيانا ريحتها وحشه كتير، وده حاله فرديه، يعني لو حصل في فرخه او اتنين فده ما تقلقش، يعني حاله فرديه عادي ما فيش منها اي مشاكل. ده بالنسبه لحته الهضم. طيب ممكن بقى نخش بعد كده على ثالث سبب معانا وهو السموم. احيانا برضو يا جماعه السموم الفطريه اللي بيكون سببها العلف، او العلف مثلا متخزن غلط، او العلف محطوط في مكان فيه رطوبه عاليه، فده اللي بيؤدي معانا لسموم فطريه بتبدا برضو تسبب اللعاب، او اللي بنقول عليه ريال، او بيخلي الفرخ يريل كتير. يبقى ده ثالث سبب معانا هو السموم. رابع واخطر سبب معانا بقى هو الفيروسات اللي بتيجي على الجهاز التنفسي زي النيوكاسل او الاي بي. الفيروسات دي طبعا كلنا عارفين انها اول ما بتخش على الجهاز التنفسي بتبدا تعمل افرازات مخاطيه في الجهاز التنفسي بتاع الفرخ. فطبعا الفرخ بيبقى لسه مناعته كويسه ولسه الفيروس داخل جديد، فالفرخ قادر انه يقاوم، فبيبدا يدافع عن نفسه ويحاول يخرج الافرازات المخاطيه اللي في الجهاز التنفسي بتاعه يخرجها بره جسمه. فوهي خارجه من جسمه كده انت بتشوفها نازله من بقه شبه الرياله. وعايزك تركز في الحته دي ضروري، لانها اول حاجه بتكشف لك ان انت لسه في بدايه عدوى فيروسيه وتقدر تلحقها من بدري. يبقى نركز في السبب الرابع ده مهم جدا. هنيجي بقى على خامس واخر سبب معانا، وهو انك تعطش الفراخ مده طويله جدا جدا، فالفراخ تبدا انها تروح على الميه وتشرب بشراسه، وبتشرب كانها يعني خلاص هي بقى عندها احساس خوف من العطش، فبتشرب بكميه كبيره جدا خوفا من انها تعطش تاني. فخلاص الفرخ بتلاقي حصلته كده بقت ماشيه قدامه يجي نص متر ميه قدامه، فغصب عنه لما يجي يوطي كده عشان ياكل من العلافه تلاقيه بينزل او يعني الميه دي بتقع منه غصب عنه، مش قادر ان هو يعني يتحكم فيها من كتر ما هو شرب وضغط على نفسه من الشرب. فده برضو طبيعي جدا وعادي جدا، وتاخد بالك عشان برضو ما تقعش في مشكله زي دي وتعطشهم بزياده. وبكده نكون قلنا لك الاسباب العلميه اللي بتخلي الفرخ ينزل رياله من بقه، وقلنا لك ازاي تتعامل معاها وتخلي بالك منها. لو وصلت لحد نهايه الفيديو هنا زي ما قلت لك ما تنساش اللايك والشير، وما تنساش برضه تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اخوكم ابو نوح. سلام.